بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم من جديد طلاب وطالبات الصف الرابع في مدرسة دار السلام الخاصة. هذه مس إخلاص تحييكم. سنقوم اليوم بشرح الجزئية الثالثة من الدرس الأول في منهاج التنشئة الاجتماعية في الصف الرابع، وعنوان الدرس بيتنا الفلسطيني القديم. الآن عزيزي الطالب اكتب بقلمك على دفتر التنشئة هذا السؤال بخط جميل ومرتب، ثم أجب عنه إجابة صحيحة. السؤال يقول: ضع إشارة صح أو خطأ. أولاً، تمتاز البيوت القديمة بتطورها وتقدمها. نقول خطأ، لأن البيوت القديمة كانت بسيطة وبدائية وغير متطورة، أما في وقتنا الحالي فالبيوت الحديثة هي الأكثر تطوراً. اثنين، كانت البيوت القديمة تبنى من الإسمنت. أيضاً الإجابة خطأ، لأن البيوت القديمة بنيت من الحجارة والطين والأخشاب. أحسنتم. لنتعرف على عناصر الدرس. أولا سنتعرف على أهمية ترميم البيوت القديمة والاستفادة منها. مصطلح أو مفهوم ترميم سنتطرق إليه بعد قليل. ثانيا سنتطرق إلى الطرق التي يمكن من خلالها المحافظة على تراثنا الفلسطيني. نبدأ بالنقطة الأولى التي تتحدث عن ترميم البيوت القديمة. لنتأمل الصور التالية والموجودة ضمن الكتاب المدرسي صفحة 10، ثم نعبر عنها بشكل جيد. ماذا نشاهد في الصورة الأولى؟ نقول نشاهد رجلان، هذان الرجلان يتواجدان في بيت قديم. هل هذا البيت بحالة جيدة؟ نقول لا. لاحظ الجدران فيها تشققات، والأرض غير صالحة، وكذلك هذا البيت القديم بشكل عام هو بيت لا يمكن الاستفادة منه. ماذا فعل الشخصان أو الرجلان في الصورة الثانية؟ نقول بأن الرجلان في الصورة الثانية يقومان بترميم البيت. ما معنى ترميم؟ يعني إعادة إصلاحه، بمعنى أصلحوا التشققات الموجودة في الجدران وفي الأرض، وقاموا بإعادة طلاء الجدران والشبابيك والأرض. ثم تحول هذا البيت إلى، لاحظ الصورة الثالثة، إلى ماذا تحول هذا البيت الأثري القديم؟ نقول تحول إلى معرض أو متحف. على ماذا يحتوي هذا المعرض أو المتحف؟ تحول إلى معرض ومتحف يحتوي على، كما نشاهد في الصورة الثالثة، الأدوات التراثية القديمة، وكذلك الأزياء التراثية القديمة. ماذا نقصد بالمعرض أو المتحف؟ نقول أن المعرض أو المتحف هو عبارة عن مكان يتم فيه عرض الأشياء والأدوات التراثية. طيب الآن السؤال: ماذا فعل الشخصان؟ قلنا بأنهما أعادا ترميم البيت الأثري القديم. وما المقصود بعملية الترميم؟ هي عبارة عن عمل يتم من خلاله إصلاح البيوت والمباني الأثرية القديمة. مش شرط بيت، ممكن مدرسة أثرية قديمة، ممكن مسجد أثري قديم، يعني أي عمل يتم من خلاله إعادة إصلاح المباني الأثرية القديمة يعرف بالترميم. إذا تعرفنا على مفهوم الترميم وتعرفنا أيضا على مفهوم المعرض أو المتحف. طيب، من هي الوزارة أو الجهة الرسمية الموجودة في بلادنا فلسطين والمسؤولة عن إعادة ترميم وإصلاح البيوت الأثرية القديمة؟ مين منكم سمع عنها؟ نقول بأنها وزارة السياحة والآثار، تقوم بترميم البيوت الأثرية القديمة وإصلاحها. طيب سؤال تاني. لاحظ الصورة الثالثة، حكينا إنه فيها معرض أو متحف، تحول البيت الأثري لمعرض أو متحف. طيب من هي الوزارة أو الجهة الرسمية المسؤولة عن إقامة المعارض والمتاحف في بلادنا؟ أي معرض تراثي أو متحف، من هي الوزارة التي تشرف عليه؟ نقول هي وزارة الثقافة والفنون. إذا عندنا وزارة السياحة والآثار تهتم بترميم وإصلاح البيوت الأثرية القديمة، ووزارة الثقافة والفنون هي اللي مسؤولة عن إقامة المعارض والمتاحف.
الآن صفحة 10 نعبر عن الصور بأسلوبنا. نقول في الصورة الأولى ماذا نشاهد؟ رجلان يقفان أو يتواجدان في بيت أثري قديم. والصورة الثانية ماذا نشاهد فيها؟ يقوم الرجلان بإصلاح أو إعادة إصلاح هذا البيت. الصورة الثالثة نعبر عنها ونقول بأنه يمكن الاستفادة من البيوت الأثرية القديمة بعد إصلاحها وإعادة ترميمها من خلال إقامة المعارض والمتاحف الأثرية فيها. الآن هذا السؤال مطلوب كتابته على الدفتر ثم الإجابة عنه إجابة صحيحة. لنجيب معا عن هذه الأسئلة سنذكر الإجابات فقط. 1. الإجابة هي الترميم. 2. وزارة السياحة والآثار. 3. وزارة الثقافة والفنون. 4. المتحف أو المعرض. هكذا نكون قد أنهينا النقطة الأولى في درسنا. الآن ننتقل لشرح النقطة الثانية والتي تتحدث عن الطرق التي يمكن من خلالها المحافظة على تراثنا الفلسطيني. هيا بنا نفكر معا ونتأمل هذه الصور. ما هي الطرق التي يمكن من خلالها أن نحافظ على تراثنا الفلسطيني؟ بالأساس ليش لازم نحافظ على تراثنا الفلسطيني؟ نقول بأنه يجب أن نحافظ على تراثنا الفلسطيني لأنه تراثنا يعني هويتنا. تراثنا دليل على أنه إحنا أصحاب الأرض. فبالتالي ما هي الطرق؟ من خلال الصورة الأولى. لاحظ الصورة الأولى هي تبين أن هناك منزل أثري قديم تم تحويله إلى معرض أو متحف. نقول إذن الاهتمام بترميم وإصلاح البيوت الأثرية القديمة وتحويلها إلى معارض. أما الصورة الثانية فنقول بأنه يجب علينا أن ندافع عن الأماكن الأثرية القديمة ولا نسمح للاحتلال بالسيطرة عليها والاستيلاء عليها. نجيب عن نكتب هذا السؤال أولا على الدفتر بخط جميل ومرتب ثم نجيب عنه إجابة صحيحة. اقترح طرقا للحفاظ على البيوت القديمة في وقتنا الحاضر. نقول أولا إعادة إصلاحها وتحويلها إلى معارض ومتاحف. ثانيا الدفاع عنها أو عن المباني الأثرية بشكل عام ومنع الاحتلال من أن يسيطر عليها. بالنسبة للتقويم الختامي سؤال أذكر سبب، وهذا السؤال مهم جدا جدا. أولا يقوم الاحتلال أو قيام الاحتلال بهدم المباني والبيوت الأثرية القديمة. باعتقادكم لماذا الاحتلال دائما يهدم المباني والبيوت الأثرية القديمة؟ نقول للقضاء على شغلتين: تراثنا الفلسطيني كذلك هويتنا الفلسطينية، لأنه تراثنا الفلسطيني دليل على أنه إحنا أصحاب الأرض. وكذلك لو استطاع الاحتلال أن يقضي على تراثنا وهويتنا فبالتالي هو يلغي وجودنا ويثبت بأنه صاحب هذه الأرض. الإجابة تكون للقضاء على الهوية والتراث الفلسطيني. 2. يجب المحافظة على البيوت القديمة وعدم هدمها. ليش لازم نحافظ على بيوتنا القديمة وما نهدمها؟ لأنها جزء من تراثنا الفلسطيني. ثالثا أهمية إحياء التراث الفلسطيني. إحنا في وقتنا الحاضر كيف نحيي تراثنا؟ من خلال إقامة المعارض ومن خلال إقامة أو إحياء المناسبات الوطنية الفلسطينية. ليش لازم نحيي التراث باستمرار؟ نقول حفاظا على هويتنا الفلسطينية. أخيرا نغلق درسنا بتذكرة الخروج. تقوم المجموعات بتنفيذ هذه التذكرة داخل الغرفة الصفية. إلى هنا أحبائي وينتهي الجزء الثالث من درس بيتنا الفلسطيني القديم. إلى اللقاء.